طيب يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ونسخة واتساب جديدة مكان المتجر وكده. طيب إيه الإثبات؟ تعال نشوف النسخة جنب مكان المتجر ولا لأ. أنا أصلا نسيت صراحة يعني. زي ما انت شايف كده النسخة هتتثبت جنب المتجر. مش هي دي النسخة، لأ النسخة اهي. تمام، بس أنا بوريك يعني إن هي مكان المتجر وكده. تمام، النسخة بتظهر معانا بالشكل الرايق ده. اصبر بس نجيب لك شوية حاجات النهاردة عظمة. يعني في النسخة دي حاجة جمدان من الآخر يعني. لو جينا عند نمبر جديد كده وكتبنا أي حاجة ودخلنا، قال النسخة عندنا بالشكل ده بتبعت ريكوردات عادي. تمام، وعندنا هنا فيروسات ايفون واندرويد اهي. زي ما انت شايف كده طلقة في الفيروسات اهي زي ما انت شايف. وفي حاجات عظمة النهاردة، وتابع الفيديو علشان انا جايب لك النهاردة عظمة. بس كده يلا بينا نبدأ على الفيديو. ده يا اخواتي زي ما قلت لك في بداية الفيديو، ارزع عن اللايك كلمة تقيل وانت رايق زيك، والاشتراك بتاعك لو انت مش مشترك، عشان احنا يعني نكبر وكده، لان احنا واقفين مكاننا. مش عارف انا انتوا بتكرهوني ولا في يا جدعان؟ بس كده قلب اخوك. يلا بقى على النسخة تكون بالشكل ده. تمام، هتظهر معانا بالشكل الرايق ده. النسخة باللون الأخضر جمدان. نسخة مكان المتجر حاجة عظمة. تمام، المجموعات والدردشة. تمام، والستوري أهو زي ما أنت شايف. طيب الستوري بيشتغل سريع بيشتغل سريع. تمام، الإثبات أهو. تمام، زي ما أنت شايف كده. طيب لو جينا دوسنا على التلات نقط قلب أخوك وجبنا البرايفسي، جينا عند الخصوصية وآخر ظهور، عندك إخفاء آخر ظهور، عندك عدم إظهار علامة التوجيه. تمام، عندك خاصية الستوري والكلات، عندك خاصية الكلات. تمام، عندك هيد بقى الستوري لو انت مش عايز حد يشوف الستوري، وعدم مسح الستوري بقى، وعدم تنزيل اي ستوري او سرقة الستوري يعني. عرض مرة واحدة، عدم مسح المسجات. تمام، هيد السين، هيد سين ريب ده مالكش دعوة بيقول ايه. تمام، انت بس طبق ورايا. عندك هنا ايه اللي هتعمل الباسورد النسخة كده. انا مش محتاج اتكلم، انا المفروض تبقى فاهم، انا بقول الكلام ده كل فيديو وانا مش جايب لك باسورد، فالمفروض انت تقدرني يعني تديني لايك. ده المفروض اللي الناس كلها عارفاه. طيب عندنا هنا لو تنضف النسخة من اندرويد 10 او اندرويد 11 من الملفات وكده، عندك بقى اضافات التعديلات. عندك هنا قلب اخوك، عندك الخطوط اهي زي ما انت شايف كلها خطوط ايفون حاجة عظمة. يعني عندك خط الايفون الجديد ده. تمام، لو جينا طلعنا كده يا جدع الخط بينور في الشات، بس مشكلته ان هو ايه بياخد مساحة جامدة فشخ يعني. فاحنا ايه هنلغيها، هنبدأ نخليه مثلا ده حاجة على الرايق كده. ده انت شايف عظمة، اقسم بالله عظمة. انا بص انا مش هتكلم، انت شايف بعينك اهو او بقك بقى زي ما انت شايف خلاص. ما تنساش اللايك يا اسطى، يا ارزعنا لايك، خليه يجي في دماغك كده جبن الارض. انا راضي يا عم، بس ارزعنا لايك. عندنا بعد كده استر زي ما انت شايف. اختار مثلا التالت ونيجي كده، ده شكل الاسطر اهو، اللي هو الشكل يعني اللي بيتعمل حوالين الشاشات وفي الشاشة الرئيسية والحاجات دي يعني، انت فاهم. تعال نختار كمان مثلا رقم 2 برضه نغير معانا اهو. تمام، طب نختار كمان رقم بس عشان ايه نظبط الدنيا، وكمان عايز عشان اخدها السكرين شوت بتاع الصور المصورة اهو. فانت بقى اختار اللي انت عايزه. عندك بقى شكل الشتات. تمام، نختار مثلا شكل 7. لو جينا دخلنا على اي شات مثلا تلاقي ده شكل الشات بقى قلب اسود. تمام، لو جينا دخلنا تاني على البرايفسي وبعد كده جينا عند تغيير شكل الشتات، اخترنا مثلا 2. تمام، وصورتك في الشات دي جينا فعلنا دي. لو عايز تفعل صورتك في الشات يعني بتفعل الحاجات دي. تمام، وبنرجع كده. تمام، نعمل إعادة تشغيل. برضه مظهرش عامة يعني. ثانية تعالى بقى، هي في حاجة كده متشغلش بالك، أنا أصبرك كده. عندنا تغيير شكل الشتات، اختار 8. صورتك في الشات مش عارف وايدها بس. تمام، طب ده شكل الشتات اهو. يعني انت بتختار برضه، بص عمل لك اسود فاتح شويه عشان تشوف اللي ورا الشات. تمام، انها بتاع تغيير الصوره وكده في الشتات مش عارف مش عايز تشتغل ليه. يا اما هي مش عايز تشتغل معايا، يا اما بقى مش عارف. المهم
عندنا بعد كده فصل الشتات عن الرماد، عندنا افكتات اكتر من حساب، اضافات اكتر من حساب ولا ايه، عندنا رضا الطيران، عندنا ظهر نيمك في الوجع، عندك بقى قلب اخوك، عندك اظهار بقى في الوجع برضو، عندك هيد الشات، يعني لو هتعمل هيد للشات وكده، عندك 3 زراير لاظهار مين اونلاين، هنا يعني هنا بتخليه يظهر لك مين اونلاين وكده، الحاجات دي يعني الاعدادات دي اللي فاهم فيها يلعب فيها، مش فاهم فيها متلعبش فيها. انا قلت لك ما تلعبش في حاجه مالكش دعوه بيها، انت بتسمعش الكلام يعني. بس عندك هيد ارشيف، طيب بجد بقى دول يعني لو ده انت بتختار الشكل اللي هو عايز يظهر بيه لما يكون حد اونلاين في الشات من بره. وصلت؟ تمام. عندك بعد كده اظهار من روج لك او ازالك اعجاب، مش عارف مين اللي كاتب الحاجات بتاع النسخه دي، يعني بيقول لك مين اللي عمل لك اعجاب على البوست بتاعك في الجروبات والحاجات يعني على ما فهمت تاكيد ارسال الستيكر من الرول. تمام. تعطيل رد فعل النقرتين. عندنا بقى زر تعليق الشتات، زر تثبيت الريب، ايموجي رياكت. قشطة. يعني انا جايب لك شوية حاجات مش عايز اقول لك. عندنا بقى النسخة الاحتياطي والاستعادة، عندنا بعد كده الميديا، وبعد كده عندنا المطور. تمام. نخلع بقى من ده كله. عارف تليفوني فاضل له كمان سنة ويهزر معايا. المهم بعد كده عندنا زي ما انت شايف كده، زي ما قلت لك ده شكل الشتات من جوه والحاجات دي كلها. اهم حاجه بس قلب اخوك، انت عندك الجروبات اهي. تمام. عندك الجروب بتاعي، الجروب ده والجروب بتاع التليجرام، عايزك تخش فيهم تروق عليا. تمام. مشترك في قناتي برضه. لو جينا عند الاعدادات بقى قلب اخوك، عندك المساعده. تمام. وعندك معلومات التطبيق، عندك النسخه متعدله وكل حاجه فيها تمام، مش هطلب منك تعزيز دلوقتي. تمام. عندك الدردشه، لو جينا عند المظهر وفعلنا الوضع الفاتح يظهر معانا بالشكل ده. هو اي نعم مش جامد بس شغال. تمام. طبعا ده مش هينفع في الشتات، يا اما لو عايز تظبط الشتات اللي فيه، لو انت تشتغل باللون اللايت وكده، هتيجي هنا بعد كده تيجي عند اضافات تعديل، بعد كده تيجي عند تغيير الشتات، تختار الشكل، تفضل تختار شكل شات من هنا لحد ما يطلع لك شات يليق مع النسخة وهي اللي باللون ده. تمام. بس عامة يعني مش عارف ان في حد اصلا بيستخدم دلوقتي اللون ده، بس يلا عشان في ناس كانت بتسألني عليه عندنا ظهرتهولكم. المهم هنا لو عايز تغير برضه الخلفية، وهنا لو عايز تفعل زر الارسال، يعني لو فعلنا الزرار ده وجينا مثلا عند رقمي وجينا مثلا نبعت اي كلمة، شوف هنبعت من هنا يا غالي، اعمل لك علامة في المونتاج. بص هنبعت من ايه على طول. ده لو عايز تحفل على حد او عايز تعمل اي لهوة في اي حاجة انا معاك. وبس كده يكون الفيديو خلص. فيديو خفيف على القلب، ومش عارف انا خفيف على القلب ولا لا، بس عادي انا خفيف على القلب. مع السلامة.